في ظل اقتراب العيد، يزيد فضول المغاربة وتطلعهم إلى معرفة اليوم بالضبط الذي سيحل فيه بينهم هذا اليوم المنتظر، بعد شهر من الصيام. في هذا السياق، كشف الفلكي المغربي عزيز الخطابي، بناء على الحسابات الفلكية، الموعد المرتقب لعيد الفطر في المغرب. وصرح الفلكي المغربي بأنه يرتقب أن يستكمل شهر رمضان الجاري 30 يوما، ليكون عيد الفطر لهذه السنة وفق الحسابات الفلكية هو يوم السبت 22 من أبريل. وتابع الفلكي المغربي أنه تبعا للحسابات الفلكية، فسيوافق تاريخ عيد الفطر السبت 22 من أبريل الجاري، متوقعا أن تتوحد الدول الإسلامية في يوم عيد الفطر هذه السنة، إلا إن أعلنت إحداها أن فاتح شوال هو 21 من أبريل. ومن جانبه أفاد مركز الفلك الدولي أنه ينتظر تحري هلال شهر شوال لتحديد موعد عيد الفطر لهذه السنة يوم الخميس الموافق 20 من أبريل. وعلى الرغم من أن الحسابات الفلكية في تحديد بداية الشهور القمرية تتسم بدقة عالية جدا، إلا أن المملكة المغربية لا زالت تعتمد الطريقة التقليدية المتمثلة في مراقبة الهلال بالعين المجردة. وفي خبر آخر، أعلن المجلس العلمي الأعلى أنه تم تحديد مقدار زكاة الفطر نقدا لعام 2023 في مبلغ 20 درهما، ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين إلى 3 أيام. وأشار المجلس العلمي الأعلى إلى أن هذه القيمة تم تحديدها هذه السنة في مبلغ 20 درهما، على أن من أراد أن يتطوع بأكثر فله ذلك. وذكر المجلس بأنه من المعلوم تعبدا وتقربا إلى الله تعالى أن زكاة الفطر صدقة واجبة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتقرب بها المسلمون إلى الله عز وجل نهاية شهر رمضان من كل عام، يبتغون عند الله فضلها، ويرجون عنده سبحانه أجرها وثوابها. وفي خبر آخر يتعلق بتمديد عطلة عيد الفطر بالمغرب، قررت الحكومة منح يوم الاثنين عطلة استثنائية في عيد الفطر للموظفين. وجاء في بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة عيد الفطر المبارك، واستنادا إلى مقتضيات المادة الثانية من المرسوم الصادر في 20 يوليو 2005 بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية، قررت الحكومة أن تعطل عن العمل بصفة استثنائية إدارات الدولة والجماعات الترابية يوم الاثنين 24 من أبريل 2023 الذي يلي عطلة العيد.